انا بجد مش هتكلم معاكم النهارده عن الفسيخ، انا هتكلم معاكم النهارده بجد عن حكايه ما حصلت معايا فعلا النهارده. حقيقي حصل معايا حكايه حلوه قوي قوي. بجد ما كنتش متوقعاه ولا متخيله. انا النهارده بس حبيبتي وصاحبتي بقالها 15 سنه بجد بتدور عليا، والنهارده قدرت توصل لي، وبجد اني مش عارفه اقول لها ايه. انا عملت الفيديو ده مخصوص النهارده، كنت هنزل الفسيخ بس من غير صوت، بس انا على من كتر يعني فرحتي بيها وان هي لقيتني وانا لقيتها، قلت لا انا لازم اتكلم واعرف اعرف الناس كلها واعرف الدنيا كلها ان بجد لسه في خير، ولسه في ناس نضيفة وناس قلبها ابيض، ولسه في بجد اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، واللي عاوز يوصل لحاجة بيوصل لها. صاحبتي وحبيبة قلبي اللي قعدت تدور عليا 15 سنة من اول ما خلصنا الجامعة وهي بتدور عليا، مش عارفة توصل لي على يعني حاولت بكل الطرق توصل لي، معرفتش توصل لي، وسافرت من محافظة لمحافظة عشان توصل لي وتجيب رقمي وتكلمني وتطمن عليا. يعني بجد انا بشكرها من قلبي وبدعي لها ربنا يديها الف صحة والف عافية وما تحرمش منها ابدا. هي احلى حاجة حصلت لي بجد، ان لسه في حد بيحب حد للدرجة دي، ولسه بجد يعني متمسكة بيا بعد السنين دي كلها، وبتسأل عليا وفضلت يعني كل حبايبها وكل قرايبها عارفين انها بتدور عليا، وكل اللي يسألوها لقيتيها ولا لأ. انا بجد بشكرها قوي، وبشكر قوي ان في حد بجد في حياتي بيحبني كده، ولسه نضيف من جواه كده وقلب ابيض، ولسه في خير، ولسه في ناس بتحب بعضها، وناس بتحب يعني الخير لبعض. اني بشكرها قوي وبقول لها ربنا يسعدك ويخلي لك اولادك، ويا رب كده نفضل مع بعض ان شاء الله، ما عدناش نفترق ابدا ان شاء الله، يا رب ما عدناش نفترق ابدا، ودايما نبقى مع بعض وجنب بعض ومتجمعين على الخير. حبيبة قلبي والله انت تستاهلي كل خير، وتستاهلي يعني بجد ربنا هيرضيكي وهيكرمك. وانا بقول الكلام ده برضه عشان يعني كل الناس يبقى عندها خير وحب لبعضها وتفاؤل كده باللي جاي، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن للناس كلها يا رب. وبجد يا حبيبتي انا بحبك قوي، وحشتيني قوي بجد، ان شاء الله نشوف بعض قريب يا حبيبة قلبي. وخلاص بقى الفسيخ كان جميل اللي كنا عاملينه مع بعض، طلع حلو قوي بجد وطلع طعمه جميل. يا رب ان شاء الله تجربوه بطريقة انا كنت منزله لكم الطريقة على الصفحة، فيديو طويل وهو فتحت عليه معاكم وطلع جميل قوي بجد، جربوه على الطريقة كان تحفة. وانا بفكر افتحه مشروع، وقولوا لي بقى رأيكم افتحه مشروع ولا ايه؟